الفنان رينولد للأسف من فترة وقع قدام نظرية نص المخ المهيمن، ومن ساعتها وهو مقتنع إن سر إبداعه هي حقيقة إنه من الشخصيات اللي نصها اليمين مسيطر. أنا الفنان رينولد المبدع، وأكيد المرة دي اللوحة دي العالم كله هيقتنع بجمال الفوضى نص مخ اليمين، واللي عن الرياضيات والمقاسات وأي حاجة فيها أرقام. للأسف الحاجة الوحيدة اللي العالم مقتنع بيها حاليا هي جمال الفوضى في حسابه في البنك اللي لازم يحل مشكلته قريب عشان يقدر يدفع الإيجار. هتكلم النهاردة عن فكرة مشهورة جدا لدرجة إنها كانت موضوع في كتاب الإنجليزي الإضافي عندي في المدرسة، وهي إن الناس نوعين: نوع منطقي أكتر وبيحب يحلل الكلام كده عشان نص مخه الشمال هو المهيمن، ونوع تاني مبدع أكتر وبيحب الفن عشان نص مخه اليمين هو المسيطر. إيه حقيقة الكلام ده علميا؟ إزاي بدأ وإزاي اتشهر أصلا؟ ده اللي هنحاول نعرفه النهارده. الفكرة بدأت تنتشر بوصول العالم روجر سبيري سنة 1981 لجائزة نوبل، وكانت تكريما لتجاربه اللي كان بيعملها في الستينات على الناس اللي كان نص مخها اليمين مفصول عن نص مخها الشمال. وقبل ما اتخض كان اوضح لك ليه اصلا ممكن حد نص مخه اليمين يتفصل عن نص مخه الشمال. زمان كانت من طرق علاج حالات الصرع المستعصي ان انت تقطع الكوربس كالوزم، الجزء اللي بيربط نصين المخ ببعض، وكان بيهدي كتير من الاعراض لانه بيمنع انتقال الصرع للنص التاني من الجسم. بس طبعا بعد تطوير كتير من علاجات الصرع الكلام ده بقى نادرا جدا ما بيتعمل دلوقتي. رجع الستينات وتجارب روجر اللي كانت مبنيه على فكره ان نص مخنا الشمال بيتحكم في نص جسمنا اليمين، ونص مخنا اليمين بيتحكم في نص جسمنا الشمال ما عدا العين، لان النص اليمين كامل من مجال رؤيتنا في العينين الاثنين بيروح للنص الشمال من المخ والعكس. وبالتالي طالما نصين المخ مفصولين عن بعض، فانا لو عايز اقول حاجه نص مخ اليمين هوشوشه في ودنه الشمال. واكتشف من التجارب دي حاجتين مهمين جدا، وان نصين المخ بيقدروا يشتغلوا لوحدهم بشكل كامل، حواس منفصله، ادراك منفصل ومن غير حتى ما النص التاني يدرك ده. وثانيا بقى ان كل نص اقوى في مهمات معينه، يعني النص الشمال مثلا اقوى في اللغه، ولكن النص اليمين بيساهم في اضافه مشاعر للكلام. يعني النص الشمال لوحده يقدر يقرا كلمه ديناصور بسهوله ويرددها، ولكن ما يقدرش يتخيل ده ايه. غير النص الشمال اقوى في التحليل والتركيب والمهمات المنطقيه، اما النص اليمين اقوى في المهمات الابداعيه، التعامل مع المشاعر والذكاء المكاني. وهو ده اساس الخرافه المشهوره اللي معانا النهارده. والأصل من كلمة أساس هو التبسيط المبالغ فيه للنتائج، وزود عليه شوية كلام كده من نوعية أنت شكلك كده راجل منطقي بتحب تحلل الكلام، أو يا نهار أبيض شكلك راجل مبدع عندك أفكار جامدة جدا. النتيجة إنك هتطلع خرافة مشهورة والناس مبسوطة وهي بتصدقها. أيوه زي الأبراج كده بالظبط. بستدعيك أيها الإلهام، انجز بالله عليك حرف في داهية. بتنده الإلهام بدل ما تحاول تحلل اللوحات المشهورة من نفس مدرستك الفنية، وتفكر في جمهور موجه وخطة تسويق عشان تبيع. خطة تحليل شغل الناس الشمال، أما أنا فاشل في الحاجات دي للأسف. تعالى يا إلهام بقى انجز. ولا من التبسيط المبالغ فيها واستخدام كلمات زي مهمات منطقية ومهمات إبداعية على أساس إن في مهمات خام كده، وعلى أساس إننا بنشتغل بنص مخنا في الحاجات دي، وده أبعد ما يكون عن الحقيقة، لأن فعليا مفيش حاجة اسمها مهمة إبداعية بحتة أو مهمة منطقية بحتة. وتعالى ناخد أشهر مثالين ونبدأ بالماثيماتكس أو الرياضيات. المفروض الاعتقاد السائد إنك بتطبق قوانين وبتستخدم حسابات، فبس خلاص هو ده المنطق كله. ولكن في الحقيقة لو جينا نبص على المسائل المعقدة هنلاقي ان انت بتحتاج جزء من الابداع عشان تفكر ازاي تركب القوانين اللي انت عارفها على بعض لحد ما تفك شفرة المسألة دي، لان بكل بساطة مفيش قانون واحد منطقي ثابت او قاعدة واحدة ثابتة تمشي على كل حاجة. اما المثال التاني المشهور وهو الرسم اللي الناس كلها بتقول عليه مهمة ابداعية بحتة، ولكن في الحقيقة الرسم هو كمان ليه قوانين. يعني مثلا مقاسات جسم الانسان اللي لو طلعت عنها هتبقى الرسمه غريبه. وحتى في مدارس الرسم اللي بتبقى خارجه عن المنطق شويه زي الرسم التكعيبي على سبيل المثال، بيبقى ليه شكل وتفاصيل معينه عشان تكون اللوحه جميله ومتناسقه. وبالتالي فحتى الرسم مش ابداع في الهواء خالص. لسه مش مصدقني صح؟ يبقى رايك ان من 85 ل 90% من الناس ايدهم اليمين هي المهيمنه، وده معناه بالتالي ان نص مخهم الشمال هو الاقوى. هل ده معناه ان النسبة دي كلها منطقية وبتحب التفاصيل ومش مبدعة أوي؟ ولو جينا نشوف الدراسات الحديثة وبالأخص اللي بتستخدم الفانكشنال MRI اللي بتشوف التغييرات البسيطة اللي بتحصل في الدم أثناء نشاط الدماغ، هنلاقي حاجة زي اللغة مثلا أو الكلام الاتنين
بيشتغلوا فيها. وطبعا الابحاث دي كلها موجوده تحت في وصف الفيديو. وبالتالي حتى لو كل نص اقوى في نواحي معينه، ولكن الاثنين في الاول وفي الاخر بيشتغلوا مع بعض عشان نطلع باحسن نتائج ممكنه في اي حاجه بنعملها. طب انا ليه عامل الفيديو ده كله؟ عشان انفي خرافه صغيره مش مؤذيه. لسببين: عشان اولا انا كده بحب انمر الخرافات، وثانيا انها ممكن تكون مؤذيه للاسف. زي ما شفنا مع الفنان فيتس ويلز، انت ممكن تحط نفسك في خانه ما تبقاش ولا قادر ولا عايز تطلع منها، زي انك تفتكر انك من اصحاب المخ اليمين المهيمن فتقول خلاص بقى انا وحش في الرياضيات او الماث، وتتعامل ان دي خلاص حقيقه مطلقه. وبالتالي حتى لو حاولت تغير في ده مع اول فشل هتقول خلاص يبقى هم صح وهي دي نقطه ضعفي. فاهم حاجه تطلع بيها من الفيديو ده ان البشر ما ينفعش تحطوا في تصنيفين 3 او حتى 12. فعلا تقسيمات ممكن تساعدك فعلا تتعرف على شخصيتك ونقاط قوتك ونقاط ضعفك، ممكن نتكلم عنها اكتر في فيديوهات جايه، ولكن اهم حاجه انك تاخدش الكلام ده 100% وتخلي ده سبب انك ما تحاولش اصلا. قرر رينولد يدي نفسه فرصة حقيقية ويجرب يقرأ على المواضيع اللي كان بيسميها بتاعت الناس الشمال. هو حاليا قاعد مستني مكالمة رئيس المعرض عشان يعرف اللي حصل. الو، ايه اللي حصل؟ طمني. مش عارف انت غيرت ايه في نظامك، بس لوحدك المرة دي اتخانقوا عليها واتباعت باكتر مما انا حتى تخيلت. تقدر تقول ان انا طلعت نفسي من وهم كنت محبوس فيه سنين، ودلوقتي هتشوفوا رينولد فيتس ويلز تاني خالص. ممكن اشيل الضحكه دي عشان زي زفت. كنا وضحنا اساس خرافه نص مخك المسيطر، سبب انتشارها والمشاكل اللي بتسببها. قبل ما نختم نأكد المهم انك تخرج بره الكومفورت زون بتاعتك، تجرب حاجات جديده ايا كان تصنيفها وايا كانت شخصيتك. بس كده، اتمنى الفيديو يكون فرق معاك واستفدتوا منه، ولو الفيديو عجبك متنساش تسيب لايك يساعد الفيديو، ولو عايز تتابع الفيديوهات اللي هترجع اسبوعيه قريب ان شاء الله بعد الفاينلز سيب سبسكرايب. بس كده، نورت. Subscribe to Dr. C Farmer channel. No.